ما سألتش نفسك قبل كده وانت بتقلب في يوتيوب أو انستجرام، هو ازاي التطبيق ده عارف ذوقك بالظبط وبيطلع لك اللي بتدور عليه؟ الموضوع ممكن يبان سحر أو عقل خارق بيراقبك، بس الحكاية أبسط من كده بكتير، وهي إنها مبنية على منطق بسيط جدا. المنطق ده هو قلب البرمجة، والنهاردة هخليك تفهم السر ده في 5 دقايق وتعرف إزاي أعظم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتشتغل. فاكرين لما قلنا إن الكود هو لغتنا مع الكمبيوتر؟ وبايثون هي اللغة الأشهر والأسهل اللي الكل بيستخدمها عشان يكلم الآلة؟ النهاردة هننقل نظرتك للكمبيوتر من مجرد آلة صماء بتنفذ أوامر لمساعد ذكي يقدر يحلل ويختار الأنسب ليك ولغيرك. أكبر لغز بيحير الناس هو إزاي الحديد والأسلاك دي بتفهم كلامنا. الحكاية إن في بطل مجهول بنسميه مترجم بايثون السحري. يعني يا أبو حميد، الكمبيوتر ده بيفهم عربي وإنجليزي زينا كده، ولا هو بيستعبط علينا وعامل نفسه ذكي وخلاص؟ لا يا نونو، الكمبيوتر في الحقيقة ما بيفهمش غير لغة الكهرباء، والكهرباء دي عبارة عن إشارات سريعة جدا ومعقدة في الحديد والأسلاك. المترجم ده وسيط محترف بياخد كلامنا السهل اللي بنكتبه ببايثون ويترجمه لتعليمات دقيقة ومحددة تفهمها الآلة وتنفذها في لحظة. والبرمجة مش مجرد رفاهية أو هواية، دي القوة الخارقة الجديدة اللي بتفتح لك أبواب الشغل في أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. مبرمج بايثون المبتدئ ممكن يبدأ بمرتب يوصل ل50 أو 60 ألف دولار في السنة، ودي بداية بس، والقادم يبقى أكبر. انت هنا بتتحول لمهندس بيصمم حلول للمستقبل. يعني بدل ما تضيع أيام في جداول بيانات مملة، كود صغير يخلصها في ثانية. الفكرة مش بس في الوظيفة، الفكرة في التمكين، إنك تكون قادر تبني أي حاجة تتخيلها وتخلي التكنولوجيا هي اللي تخدمك. لو عايز تبقى مهندس شاطر زي أحمد والكمبيوتر يسمع كلامك، اخبط اللايك المتين واشترك في القناة عشان النمل ما يزعلش وياكل السكر. في ناس فاكرة إن البرمجة محتاجة عبقري رياضيات، بس الحكاية كلها بتتلخص في قصة الصندوق والملصق اللي بتشرح طريقة عمل الذاكرة. تخيل ذاكرة الجهاز أو الرام عبارة عن مخزن عملاق فيه ملايين الأرفف الفاضية اللي مستنية معلومة تدخل فيها. عشان نخزن معلومة بنروح نعمل عملية اسمها حجز مكان، يعني كأننا بنحط صندوق في رف معين جوه المخزن ده. القيمة أو المعلومة هي الحاجة اللي بنحطها جوه الصندوق، بس المخزن كبير جدا وصعب نلاقي الصندوق ده بعدين بسهولة. طب يا أحمد، لو الصندوق ده تاه وسط ملايين الصناديق التانية هنعمل إيه؟ هنفضل ندور عليه بالكشاف لحد الصبح؟ لا يا نونو، هنا بيجي دور الملصق أو العنوان. بنكتب اسم واضح على الصندوق من بره عشان نعرف نناديه ونستخدمه. بايثون خلت العملية دي سهلة جدا، انت بس بتكتب الاسم وجنبه القيمة، وهي بتتكفل بكل تعقيدات حجز المكان في الذاكرة. لو كتبنا مثلا السعر بيساوي 10، كده الكمبيوتر حجز مكان في الذاكرة وسماه السعر وحط جواه رقم 10. دي هي المتغيرات. كده الكمبيوتر افتكر المعلومة وممكن نطلبها منه في أي وقت بمجرد ما نقول له يا سعر انت شايل جواك كام. وعشان الكمبيوتر ياخد قرار بناء على المعلومة دي بنستخدم حاجة تانية عبقرية بنسميها الجمل الشرطية أو لو الشرطية. زي ما نقول للكمبيوتر مثلا لو السن اللي متخزن في الصندوق أكتر من 18 اطبع لنا كلمة شخص بالغ. ركز في النقطتين اللي بنحطهم فوق بعض في نهاية جملة الشرط، دي معناها يا كمبيوتر ركز في اللي جاي. الحتة دي بقى هي اللي بتميز المحترفين، وهي الإزاحة أو الفراغ اللي بنسيبه في أول السطر اللي بعده. الإزاحة دي يا نونو كأننا بنقول للمترجم إن السطر ده موجود جوه أوضة القرار ده ومش تبع أي حاجة تانية.
لو شلنا الإزاحة دي أو نسيناها، الكمبيوتر هيتوه ومش هيعرف إن الأمر ده تبع القرار ده، وهيطلع لنا رسالة خطأ. المعلومة دي خطيرة وتستاهل تتنشر لكل النمل والبشر. اعملوا شير للفيديو عشان الكل يعرف يسيطر على عقل الآلة. السطر البسيط ده هو البذرة اللي بيتبني عليها أعظم اختراعات العصر، زي تشات جي بي تي اللي مكسر الدنيا دلوقتي. الذكاء الاصطناعي في جوهره هو عبارة عن ذاكرة قوية جدا ماشية مع منطق دقيق بيعمل تريليونات العمليات في ثانية. يوتيوب بيعمل نفس الشيء، بيشوف متغيرات اهتماماتك ويطبق شروط. لو شاف الفيديو ده للآخر اقترح له فيديوهات شبهه. انت كمان تقدر تبني المنطق ده. السر كله في الالتزام والاستمرارية، مش في انك تكون عبقري بالفطرة. لو خصصت ساعتين بس كل يوم لمدة 3 شهور بانتظام، هتحط رجلك على أول طريق الشغل في أكبر شركات العالم. ابدأ من النهاردة وما تخليش حاجة توقفك. البرمجة هي اللغة اللي هتخليك تتكلم مع المستقبل وتشكله بإيدك. وروني شطارتكم يا بشوات، واكتبوا في التعليقات أول صندوق وقرار من تأليفكم. أنا هقرأ كل الكومنتات بنفسي. اكتب مثلا متغير لدرجة الحرارة، ولو هي أكبر من 30 خليه يطبع لك جملة الجو حر وعايزين آيس كريم. رحلة المليون ميل بتبدأ بكلمة كود واحدة، وأنا واثق إنكم قدها وهتنبهروا باللي تقدروا تعملوه بالبرمجة. بس هل يا ترى الآلة فعلا واعية وليها عقل بيحس زينا؟ ولا هي مجرد شوية قواعد ومنطق متراكم فوق بعضه بيوهمنا بالذكاء؟ ده اللي هنعرفه الفيديو الجاي. استنونا.